باختلاف المسمى وباختلاف الصلاحيات الواجبة. الوصاية لازم تكون بورقة، الولاية ما فيهاش ورق، الولاية ولاية طبيعية من غير ورق. ما ينفعش أب جاي يعمل توكيل أو هيبيع عربية باسم ابنه تقول له هات لي توكيل من ابنك أو هات لي ورقة من النيابة إن أنت ولي طبيعي على ابنك. طالما ابنه فالأب هو ولي طبيعي. طب ينفع الأم من غير ورق تروح تبيع عربية، تبيع غيط، تبيع بيت من غير ورق خالص، تقول أنا وصية على أولادي عشان أبوه متوفى؟ لا، لازم قرار اسمه قرار وصاية. قرار وصاية ده بيطلع وبيصدر من النيابة، بتروح الأم بتقدم، تحدد عدد الأطفال اللي موجودين أو اللي تحت دون السن القانوني، السن اللي هو 21 سنة، تحدد عدد الأطفال وبتقدم للنيابة إن أنا عاوز أكون وصية على أولادي القصة. فبالتالي النيابة بتراجع الطلب ككل وبتشوف مصلحة القصر فين. وفي الطبيعي بيكون مصلحة القصر إما مع الجد لو الجد